أصحاب اللزاز عاملين إيه؟ يا رب كل واحد فيكم يكون بخير. الموضوع بتاع حلقتنا النهاردة موضوع مختلف شوية بعيد عن التمثيل والمسرح والممثلين والحاجات دي كلها. موضوعنا النهاردة بيتكلم عن إن أنت شاب عندك 25 سنة وإزاي محققتش أول مليون في حياتك. إزاي يالا؟ يالا أنت عندك 25 سنة وما عملتش مليون جنيه، أنت عبيط يالا، أنت مجنون. أيوه مجنون. إيه المشكلة إن أنا أكون شاب عندي 25 سنة محققتش مليون؟ الشاب دلوقتي بينزل يشتغل عشان خاطر 100 جنيه اليوم، اللي هو بعد ما يخلّص شغله بيروح يصرف أكتر منها بكتير. ده لو شاب يعني ده لو شاب، إحنا بنتكلم دلوقتي لو شاب عازب مش متجوّز. يقوم طالع لك إيه بقى، واحد اسمه صلاح أبو المجد يقول لك: إزاي أنت شاب عندك 25 سنة وما عملتش أول، ما طبيعي شاب عنده 25 سنة وما عملش مليون جنيه. إذا كان أنا اليومية اللي باخدها 100 جنيه والّا 150 جنيه والّا ده في 80 جنيه دلوقتي و70 جنيه يا جدعان. أقسم بالله يعني ده كوباية القهوة دلوقتي الواحد بيشربها كده على الصبح عشان خاطر يفوق يعرف إن هو يتعامل مع البشرية والناس، 25 جنيه. فاللي هو أنت بسم الله الرحمن الرحيم ضيّعت تِلت يوميتك في قُل مثلًا لو أنت هتاكل وتفطر وتتغدى في المكان اللي أنت شغال فيه، يا عم قُل هتفطر بس وفي وجبة غدا، هتصرف لك يعني تجيب لك ساندوتشين 20 جنيه، يبقى أنت صرفت 50 جنيه بمواصلاتك. ده لو قلنا مواصلات 5 جنيه، يبقى يعني أنت شغال طالع عين أمك يوم كامل عشان خاطر 50 جنيه، أو مش هاقول لك 20، 30، 50 جنيه. بعد ما تاخد ال50 جنيه دي هتروّح بيها على بيتك. ده الكلام ده أنا باتكلم شاب شاب عانس، أنت لسه ما اتجوزتش، أنت راجل دلوقتي single. فأنت دلوقتي معاك 50 جنيه، ال50 جنيه دي هتعمل بيها إيه؟ ولا أي حاجة. هتشيلها عشان تروح بيها تاني يوم الشغل وهكذا. تيجي تبُص في آخر الشهر هتلاقي نفسك يا مولاك يا ما خالك، يا طالع بلطوز زي ما أنت دخلت الشهر زي ما أنت خرجت من الشهر. لا عارف تخش جمعية ولا عارف تعمل ولا تعمل ولا تعمل ولا تعمل. وده جاي يقول لك إيه، أنت إزاي عندك 25 سنة وما عملتش مليون جنيه؟ يا جدعان أنا الناس دي بتجنني أقسم بالله. طب أنت عندك كام سنة يا راجل أنت؟ عندك ما رضيتش أشتم والله. أنت عندك كام سنة؟ أنت عملت مليون؟ أنت لو عملت مليون جنيه هتبقى من شوية العيال الغلبانين اللي أنت بتقعدهم قدامك وتقول لهم تعالَ أعمل لكم سيشن إزاي تعملوا أول مليون جنيه في حياتكم. ما هو ده التارجت بتاعه، إن هو يعمل مليون جنيه في حياته من اللي هو بيعمله ده. وبيعدّوا، والله العظيم بيعدّوا. سيشنات بتقعد مثلًا فيها 1000 واحد، لو كل واحد دفع له 200 جنيه شكرًا، أنا مش عايز حاجة تاني من الدنيا. هادفع إيجار المكان اللي أنا مأجره والناس اللي شغالة وبتاع، شكرًا. أنا خدت لي في جيبي يا عم مش هاقول لك نُص مليون، خدت لي في جيبي 100,000 جنيه. من ساعتين 3 عمّال أرغي وأقول اشتغل واسعى واتعب واشقى ومش عارف واعمل إيه وانزل واعمل كل ده كلام هبل وكلام هطل على الفاضي. يا جدعان هو أنتم مش شايفين حال الشباب اليومين دول يا جدعان؟ ده زمان يعني أبويا وأبوك لمّا كانوا بيتجوزوا كده في سننا، كان بيتجوز وبيروح قاعد مع أبوه في البيت وشكرًا. تلاقي العيلة كلها عبارة عن 17 نفر، الأب عنده 3، 4 عيال، كل عيل يقوم متجوز له واحدة ومخلفين قرة العيال، وكلهم قاعدين في بيت واحد وبيصرفوا مع بعض، ده بيساعد وده بيساعد وده بيساعد. عشان كده أبهاتنا اتجوزوا فعلًا في السن ده. إنما تعالَ بُص على حالنا الفترة دي، يعني البلد بقت عاملة إزاي دلوقتي. يا جدعان والله العظيم ولا 200 ولا 6000 ولا 10,000 جنيه يكفّي بيت واحد متجوّز دلوقتي معاه حتّة عيّل. ده أنت هتخش بيتك لو ربنا كرمك بإذن الله في أول جوازك ومراتك حملت، شكرًا بسم الله الرحمن الرحيم، عايز لك كل مثلًا هنقول لك أسبوع 1000 جنيه علاج ودكتور ومتابعة ومش عارف إيه. ده كده اسمها 4000 جنيه أنت ولا أكلت ولا شربت ولا حوّشت حاجة للواد ولا، وصرفت 4000 جنيه من غير أي حاجة. طب ها وبعدين هتفضل حاطط إيدك على خدك؟ عشان كده فكرة الجواز دلوقتي للشباب بقت مستحيلة. دلوقتي بقى يعني مش هاقول إن الشيوخ بتطلع تقول جوّزوا عيالكم صغيرين، ماشي هو دي عِفّة وكل حاجة، بس ما فيش الظروف مش سامحة إن الواحد يتجوّز. زمان كان الواحد يقعد مع أبوه كان بيصرف ويساعد دلوقتي الشاب يقعد مع، إذا كان أبوه شايل مصاريفه بالعافية، طب هو عايز يجوّزه عشان يخلص من الأكل وشربه في البيت. يعني الظروف بقت صعبة أوي. الظروف يعني مش عارف أقول إيه والله، والله ما عارف أقول إيه. الفكرة إن هُم يعني الناس دي عمّالة تحمّس في الشباب عشان ييجوا يدفعوا 200 جنيه الغلبانين، اللي الله أعلم شقيانين بيها 3، 4 أيام والّا أيًا كان، عشان تيجي تسمع كلمتين لأ أنا هابدأ مشروعي الbusiness online ومش عارف إيه. نسبة الواحد اللي بيعمل المشروع دي 1 في المليون، مش هاقول لك 1 في المليون، مش هاقول لك في المليار. أنت متخيّل؟
أنت بقى الجهبذ اللي هتطلع هتقول لك بقى يا عم أنت الجهبذ اللي هتطلع، وإيه المشكلة يعني؟ المشكلة لو عندك إرادة هتطلع وهتعملها، إنما هتسمع بقى الكلام ده وتفضل مشغّلهم ليل ونهار الجو ده بقى مش جايب سكة يا جدعان. أنا عن نفسي واخد قرار إن أنا مش هاشتغل عند حد، أنا هاعمل الbusiness بتاعي إن شاء الله قريب جدًا هاعلن عنه إن شاء الله تبقى حاجة كويسة يعني، ويا رب، يا رب تعجبكم، ومش هاشتغل عند حد، علشان خاطر أنت دلوقتي بتشتغل عند حد هياخدك يحلبك بمعنى الكلمة يحلبك اليوم كله عشان خاطر ملاليم، وييجي هو آخر الشهر والّا آخر لمّا يخلّص الtarget بتاعه هو الكسبان. وأنت حتّة كلب أهو. أنت م أنت مشارك في العربية اللي هو بيركبها، أنت مشارك في البنزين اللي هو بيدفعه، أنت مشارك في اللقمة اللي داخلة بطنه، أنت بتاخد فلوس على كل الكلام ده يا حبيبي ما تفتكرش إن الحاجات دي كلّها ببلاش، بس أنت لو اشتغلت على نَفْسك صح، هتبقى أنت مكانه، أنت مش قليل ولا صغير، أنت تقدر تعملها، وتقدر تبقى أحسن منّه 100 مرّة، مش هاقول لك مرّة واحدة بس، بس أنت أهم حاجة شغّل دماغك، شغّل دماغك صح عشان تكسب وربنا يكرمك، و وشوف أنت شاطر في إيه واسعى فيه. وحتى لو أنت ما عندكش أي حاجة، جرّب كذا حاجة لحد ما تعرف أنت عايز إيه، مش مشكلة ولا عيب ولا حرام، إن شاء الله يبقى عندك 40 سَنة يا سيدي، إيه المشكلة يعني؟ بس أهم حاجة لمّا توصل، توصل صح، لمّا توصل، توصل بالعقل، فما تفكّرلهاش كتير وسيبها على الله، واللي في ربك ما بتغرقش يا أخويا والله. يالّا أشوفك الحلقة الجاية، سلام.